اول حاجه هنعملها مع بعض بسكوت النشادر. طبعا كلنا بنحب بسكوت النشادر وبنعشق بسكوت النشادر. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، بطعم بقى ما حصلش، طريقه تشكيل تحفه. نبدا مع بعض مقاديرنا، بس الاول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت نرفع الفيديو كده بالصلاه على الرسول. اول حاجه عندي طبق هنزل فيه ب 400 جرام من الزبده. الزبده بتكون بدرجه حراره التلاجة، يعني بطلعها من التلاجة قبل ما اقطعها كده ب10 دقايق. وهنزل عليها ب 200 جرام من السمن البلدي. طبعا 200 جرام السمن البلدي ده بودي معايا البسكوت في حته تانية خالص. تقدري انك انت تستخدمي المقدار كله زبده، تقدري ان انت تستخدمي بدل 400 جرام يبقى 600 جرام كلهم على بعض زبده. بس اسمعي كلامي وامشي بالطريقه دي، هتعملي احلى بسكوت باحلى طعم باحلى ريحه. بعد ما ضربتهم الاول الزبده مع السمن بحيث ان انا اخد قوام كريمي كده، هنزل عليهم بالسكر البودره. نزلت ب 320 جرام من السكر البودره، اللي هو مقدار كوبايتين مجين من مجات الشاي. وهخفقهم حلو قوي لغايه ما يبقى لونهم كريمي عندي فاتح، ويبقى شكلهم زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا بعد كده انزل عندي بالبيض. عندي البيض هنا 4 بيضات، هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الفانيليا. طيب مهم جدا حاجه عايزه اقول لك عليها. البيض بنزل بيه اولا واحده واحده، ما انزلش البيض مره واحده، انزل واحده اضرب يختفي، انزل بالتانيه وهكذا لغايه لما اخلص ال4 بيضات. عندي بقى بالنسبة للسكر. السكر انا بفضل انك تطحنيه في البيت في المطحنة بتاعة الخلاط، وهتطحني السكر. لان السكر اللي بنشتريه من بره بيبقى بنضاف عليه نشا وبنضاف عليه مكونات ممكن ما تظبطش معايا المقدار بتاعي. فنصيحة بقى مني حلوة كده، لازم السكر تطحنيه في البيت عشان تاخدي نتيجة ممتازة. بعد كده ما ضربت البيض مع المكونات اللي عندي هنا بقى تلت كوباية من الحليب الدافي، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من النشادر. ومهم جدا نوع النشادر اجيبه من مصدر موثوق، بحيث تبقى النشادر لسه جديده وشغاله معايا، مش تبقى صلاحيتها خلصانه. هخلطهم حلو قوي مع المكونات اللي عندي. في الوقت ده هكون مجهزه عندي كيلو دقيق، يكون مخصص للبسكوتات والكعك والحاجات دي. بنخله حلو قوي وبنزل عليه بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقتين من جوز الهند، وده اختياري. لو انت بتحبي جوز الهند هتستخدمي المعلقتين جوز هند ناعم. وانزل بقى بالدقيق كله عندي على الخليط بتاعي. انا ما بعجنش نهائي، انا يا دوب بلم الخليط بس، ادخل الدقيق جوه المكونات. اول ما العجينه تلم معايا بطراطيف صوابعي، اول ما العجينه تبدا تلم معايا خلاص كده ستوب. العجينه بتكون ملزقه. طب اعرف الدرجه اللي انا وصلت لها دي مظبوطه ازاي؟ في ايدي التانية النظيفه وببدا اعمل كده. طبعا العجينه مش ملزقه خالص في ايدي التانية كده، العجينه عندي مظبوطه جدا. انا بستخدم عندي القمع اللي هو المشط بالشكل ده كده. القمع ده متاح في جميع المحلات بتاعه الحلواني، واكياس الحلواني دي متاحه كمان هناك. طيب انا بفضل كمان لو انت هتشتري اكياس عايزاها متينه وحلوه معاكي وتشتغل معاكي كويس، خليكي في الكيس القماش، حلوه قوي قوي في الشغل. ببدا اشكل بمنتهى السهوله لان العجينه سهله وطريه معايا، ما بتتعبنيش خالص. يعني انت لو هتعملي كميه ده مقدار كيلو، في ناس بتعمل 2 كيلو و3 كيلو و5 كيلو. ايوه تشتغليهم بالكيس عادي خالص، انا عملتها قبل كده وتحفه. مفيش اي مجهود خالص ولا اي تعب. انا هاخد جزء صغير من العجينه. لو حابه تعملي بسكوت شوكولاته، اخدت جزء من العجينه نزلت عليه بمعلقه كبيره من الكاكاو الخام ومعلقه صغيره من السمنه. بقت العجينه عندي بالشكل ده، هبدا اشكلها في الصاج. طيب عشان اظبط السوا كمان، الصاج اللي انا هحط فيه الشوكولاته بخلي فيه بسكوته ولا اتنين كده فانيليا، بحيث ان انا اظبط التسويه بتاعت بسكوت الشوكولاته. بدخل بقى بيهم على فرن يكون ساخن على درجة حرارة 180، على نار هادية كده اسوي البسكوتة بتاعتي. ما شاء الله طالعة تحفة. بتاخد في الفرن حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. شايفين لون البسكوت من فوق زي من تحت؟ الرسمة نفسها شايفينها واضحة وحلوة ازاي. البسكوتة عندي ما فرشتش، البسكوتة عندي هشة. لونها من جوه تحفة، تسوية من بره جميلة ومن جوه جميلة. بسكوتة هشة جدا دايبة دوب. بسكوت النشادر بقى اللي عايز كوبايه شاي بحليب كده وانزل فيه يا دوبك الحق البسكوت. انا بقى هقول لك على طريقه تخزيني للبسكوت. لو انا عامله كميه قليله مثلا كيلو بسكوت، احب قوي العلب الصاج دي. طيب لو انا عندي عامله مثلا 2 كيلو 3 كيلو، عامله كميه بقى، بجيب كيس بلاستيك احطه في علبه. العلب البلاستيك دي بحطه فيها وابدا ارص البسكوت بطريقه كده منظمه عشان ما يتهريش معايا. واربط الكيس حلو قوي، اطلع منه الهواء واربطه، يقعد عندي البسكوت شهر واتنين وتلاته. بجد طريقة البسكوت دي حلوة جدا جدا جدا، جربوها ومستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.